الحياة عندها الجوريزم، وانت غالبا عامل سبسكرايب للحاجات الغلط. احنا فاكرين بس ان الالجوريزم ده على انستجرام وتيك توك، يعني تقف 3 ثواني على فيديو استثمار تلاقيهم جايبين لك 47 خبير مالي وواحد بيبيع كورس. بس اللي محدش واخد باله منه ان الحياة بتعمل نفس الكلام تقريبا. لو قعدت مع ناس شاطرة بتفكر وبتجرب وتحاول، هتلاقي نفسك بتتشاف واحدة واحدة في اماكن شبههم. واحد يعرفك على واحد، قعدة بتجيب قعدة، مكالمة تفتح افكار، وفجأة بتلاقي نفسك في كونفرزيشن اعلى من اللي انت متعود عليها. مش عشان يكون حبك فجأة ولا طاقتك بقت بنفسجي، بس عشان انت غيرت المدخلات. والحياة زي اي الجوريزم محترمة تقولك كريم بيحب النوع ده وبيتفاعل معاه، طيب نجيب له منه اكتر. والعكس بقى لطيف جدا. لو كل قعدتك مفيش فايدة والسوق واقع وكل حاجة واسطة، وانا كنت هبدأ بس الجو حر، هتلاقي الدنيا متعاونة جدا، وهتجيب لك ناس بتشتكي اكتر، فرص اقل، طاقة اقل، وشوية فيديوهات عن الهجرة لكندا. الفكرة مش ان انت تبقى قاسي على الناس، ولا ان انت تصاحب ناس على لينكد ان بس وتكتب في البايو surrounded by greatness. الموضوع ابسط من كده. انت محتاج تبص حواليك وتسأل، هل الناس اللي حواليك بيفتحوا لك احتمالات، ولا بيقفلوا لك الشبابيك ويقولوا لك التكييف احسن؟ بيخلوني افكر اكتر، ولا كل ما اقول لحد على فكرة يقول لي يا عم صلي على النبي؟ مع اننا طبعا هنصلي على النبي، بس برضه ممكن نعمل الفكرة. الحياة بتتعلم منك، من القعدات اللي بتقعدها، من الكلام اللي بتسمعه، من الناس اللي بتسمح لها تأثر عليك، ومن الحاجات اللي بتديها وقتك وانتباهك. زي السوشيال ميديا بالظبط. لو عملت لايك لتفاهة هيجيلك تفاهة اكتر، لو وقفت عند شكوى هيجيلك شكوى اكتر، لو فضلت قاعد مع ناس شايفة ان المحاولة اوفر هتبدأ تخاف تبان اوفر، ولو بدأت تقعد مع ناس بتحاول بجد هتبتدي تلاقي ان المحاولة بقت عادية، وان الطموح بقى عادي، وان النجاح مش قصة اسطورية بس بتحصل للناس في دبي. فيمكن الحل مش انك تغير حياتك كلها مرة واحدة، يمكن بس تبدأ شوية تغير من الفيد الحقيقي بتاعك، الناس والقعدات والكلام، عشان في الاخر حياتك بتعرض لك اكتر من اللي بتتفاعل معاه. فخلي بالك انت كل يوم بتدرب الالجوريزم بتاع حياتك على ايه.